الكيتنز ما بتعرفش تعمل حمام. كنت بسأل نفسي اول ما الكيتنز دول اتولدوا يا ترى هيعملوا حمام ازاي، وجه بقى في مخيلتي ان انا كل شويه هشيلهم واحطهم في البوتي واعلمهم وهم لسه موجودين. ومعلومه النهارده بقى ان الكيتنز ما بيعملوش حمام اول 3 اسابيع، واللي اقصده هنا ان هم ما بيعملوش حمام زي القطط الكبيره، لكن هم طبعا بيعملوا حمام ولكن بمساعده مامتهم. بمعنى ان الام بتقوم خلال اول 3 اسابيع من ولادتهم بلحس بطنهم ومنطقه فتحه الشرج والاعضاء التناسليه بعد كل رضعه، وده بيحفزهم على التبرز والتبول بسهوله. وعشان كده انت لو عندك كيتنز من غير لازم تعمل نفس اللي الام بتعمله بس بنفسك، عن طريق ان انت بتجيب قطنه مبلوله بميه دافيه وبتمشيها على نفس المناطق دي زي ما الام بتعمل بالظبط. وانا هنا كنت بوثق اللحظه او العمليه اللي خليله بتعملها، وده هيفيد اكتر الناس اللي ما عندهاش القطه الام، هيقدروا ان هم يتفرجوا ويشوفوا القطه الام بتعمل ايه بالظبط عشان هم كمان يعملوه بالطريقه التانية بطريقه القطنه المبلله بميه دافيه. كل يوم هنزل معلومه جديده، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب.